في الفيديو ده هنتكلم عن مشاكل الزمالك الاداريه وايه هي حلولها، بس ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل لايك، وبسم الله نبدا. الزمالك عنده مشكله مؤخرا ان هو ما فيهوش فلوس، ومرتضى مش عارف يجيب فلوس. الاول كان تركي الشيخ بيصرف على الزمالك، انما دلوقتي مفيش حد يصرف. عقود الرعايه بتاعت الزمالك ضعيفه جدا، تكاد تكون ما تساويش دلوقتي تمن 2 3 لعيبه، ومن الدوري المصري كمان مش اجانب. مرتضى منصور او عيله آل منصور بتعيش ازمه فظيعه في الزمالك، مش عارفين يشتروا لعيبه من بره النادي ولا عارفين يجددوا اللعيبه. الزمالك بدات مشكلته مع بدايه الموسم ده انه لما راح جاب حوالي 10 او 12 لاعب، دونجا وعمر جابر ولاعيبه كتير كده، اللعيبه دي فشلت، وهنا كانت بدايه الازمه، لان كان من المفترض ان اللعيبه دي تنجح، واللعيبه دي ما جابتش ربع ثمنها، بل ومعظمهم هيمشي اساسا. الزمالك عنده مشكله كبيره انه معهوش فلوس يشتري، ولا معاه فلوس يجدد، ولا عنده لعيبه مهمه تتباع فتدخل له فلوس. يعني مثلا مصطفى محمد اتباع خلاص، امام عاشور اتباع بثمن بخس، والزمالك ما خدش حاجه، بل وكمان مش هياخد نسبه اعاده بيع. وعلى فكره بين قوسين كده، امام عاشور 90% هو في الاهلي في الموسم الجاي. طب الزمالك دلوقتي يعمل ايه؟ لا في حد يدعم، لا في لعيبه تتباع وتدخل فلوس، لا في حتى بطولات تتكسب فتدخل فلوس. الزمالك تقريبا الموسم ده ما كسبش اي بطوله، وتخبط اداري من اول الموسم، مشي فريرا رجع فريرا، هات اسامه نبيه مشي اسامه نبيه، وينتهي المسلسل بفضيحه رحيل يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر عن الزمالك. طب الحل ايه؟ اول حاجه هي رحيل عيله آل منصور من الزمالك، لازم يرحلوا خلاص، الناس دي جابت اخرها، الناس دي تفكيرها اداري افلس. يعني امير مرتضى منصور ما عندوش اي تفكير اداري، هو اصلا مش حاسس باللي بيحصل حواليه. احمد مرتضى منصور ربنا يكون في عونه، مسك الفرق الجماعيه تقريبا كلها خسرت. احمد مرتضى صرف ملايين على فرق الجمعيه النسائيه، وفي الاخر النادي قفل الفرق دي كلها ومشاها مجانا. يبقى اول حل وصلنا له ان عيله آل منصور تمشي من النادي. الحل الثاني محاولات الابقاء على مدير فني لمده موسم واحد على الاقل. ما ينفعش يبقى الزمالك يبدا موسم بمدير فني وينهي بمدير فني تاني، وفي النص في 3 4. مدير الفني ماسك الزمالك دلوقتي هو كويس مش وحش، سيبوه بقى شويه، بس انت هتمشي ده هتلاقي نفسك دخلت في شرط جزائي وفيفا عامله عليك وقف قيد وبتاع. طب يا عم سيبه بقى، طالما انت كده كده معكش فلوس يبقى سيبه احسن. الحل الثالث بيع البضاعه المتهالكه. خليني اقول لك ان بقاء شيكابالا، وانا شخصيا بحبه، بس بقاء شيكابالا، عمر جابر، ورجوع محمود علاء واللعيبه دي كلها مش هيفيد الزمالك، بالعكس هيضره. بيع البضاعه المتهالكه، الارض اللي مش هتطلع زرع تاني خلاص، الارض بور. لعيبه زي شيكابالا وعمر جابر وغيرهم في الزمالك دلوقتي ما يستحقوش ان هم يكونوا موجودين، زي ما الاهلي كده جه عمل في موسم ومشى شريف اكرامي، حسام عاشور، رمضان صبحي، عبد الله السعيد. وان كان رمضان صبحي صغير، هو صحيح مشى عشان الفلوس وهو اللي مشى مش الاهلي اللي مشاه، بس لما اللعيبه دي كلها مشت مره واحده ده فادي النادي جدا. الاهلي بعديها خد بطوله افريقيا مرتين على التوالي. الفكره حتى مش في البطولات، الفكره في الحاله المزاجيه اللي اللعيبه شافتها، شافت ان مفيش كبير في النادي، وان ممكن اي حد يمشي لمجرد انه بيأثر. فعشان كده بقول ان اللعيبه العاله اللي موجوده في الزمالك دلوقتي لازم تمشي. طب وبالنسبه لموضوع الصفقات اللي الزمالك مش عارف يشتريها ولا عارف يجدد للعيبه، خليني اقول لك ده اساسه عدم فوز الزمالك ببطولات. ما هو الزمالك لما يكسب بطوله زي بطوله افريقيا او كونفدراليه او سوبر افريقي، او يشارك حتى في اي بطوله ويوصل لربع النهائي نص النهائي، هياخد مكافآت بالدولار. المكافآت دي بتسند جدا، لكن عدم منافسه الزمالك في اي بطوله لاخرها او حتى نصها ده بيخلي الزمالك ما ياخدش اي مكافاه اصلا من البطوله. عشان كده الزمالك لازم يطلع شويه ناشئين، زي يطلعهم فريرا الموسم اللي قبل اللي فات يكمل بيهم الموسم اللي بعديه. لازم الزمالك يطلع شويه ناشئين ويعتمد عليهم لمده موسم او موسمين لغايه ما الفريق يتبنى من جديد، ويبقى الزمالك معاه فلوس يقدر يجيب لعيبه او يكسب بطولات، او حتى يروح في بطوله افريقيا او الكونفدراليه اللي هيشارك فيها السنه الجايه لدور نص النهائي او النهائي. المهم انه ياخد مكافاه من البطوله، انما لما تخش البطوله لا تاخد مكافاه وتطلع بدري فانت كده جاي تهزر. اخيرا يا ريت الزمالك ابتعد شويه عن حته ال 15 صفقه و16 صفقه والموضوع الغريب ده. الموضوع ده لو نجح مره مش هينجح الثانيه، ولو نجح الثانيه يستحيل ينجح الثالثه. الزمالك محتاج لعيبه، ان معظم اللعيبه في الزمالك كسر، بس اللعيبه دي لو جت من الناشئين يبقى احسن كتير قوي ما تروح تجيب 7 8 لعيبه من فرق مش بتنافس، تلاقي اللعيبه دي بتيجي هي اصلا مش عايزه تنافس، عايزه تتشهر وبس. يا ريت يبقى الاحسن طلع حد من الناشئين، حد بيحب النادي، حد بيخاف على التيشيرت. انما لما تروح تجيب لعيبه هم اصلا متعودين نفسه على الهبوط، ولو كسبوا الماتش كل 10 ماتشات يعملوا احتفال، اللعيبه دي مش هتفيدك وهتمشي السنه اللي بعدها على طول. يبقى هم اللي استفادوا، خدوا شهره وفلوس، انما انت ما استفدتش منهم اي حاجه، وبرضه هتديهم مرتباتهم كامله وشروط جزائيه. يبقى الحل انك تسيب مدير فني لمده موسم على الاقل، تطلع ناشئين وتلعب بيهم لغايه ما توصل لادوار متقدمه في البطولات الافريقيه، وتعرف تجمع شويه فلوس تجيب بيها اللعيبه افارقه واجانب كويسين. وانك ممكن تشتري كام لاعب مصري بس يكون اللعيبه دي متنقيه صح، مش تروح تجيب اي لعيبه والسلام وتقول انا عملت عدد وجبت 16 صفقه و17 صفقه. الموضوع ده مش هيفيدك. الفيديو الجاي هنتكلم عن دور عفيفي مع الزمالك، والفيديو ده مهم جدا، انتظروه. ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل لايك، وسلام.